السلام عليكم. الوصفة دي للي ما بيحبوش البط. هعمل معاكم وصفة تحفة جدا بس هتكون للوزة. هعمل لكم صوص تحفة جدا، اللي عامل البط تنفع الصوص ده، وكمان للي عامل الوزة تنفع، ولو عاملة فرخة تقدري تعمليها ديك رومي زي ما انت عايزة. معايا 3 بصلات فرمتهم بالكبة، او تقدري تقطعيهم جريهات صغيرة جدا بالسكينة. حطيت معلقة من الفلفل الاسود، وكمان نص من كزبرة، ونص كمون، ونص معلقة ملح. هقلب كل الحاجات دي مع بعض، وبلاش معلقة، تقدري تدعكيهم بإيدك كمان لغاية ما ريحتهم تطلع، هتكون حلوة جدا. جبت ووك، حطيت نص معلقة سمنة، نص معلقة كبيرة، وحطيت نزلت بالبصلة اللي بالبهارات، وسخنت الووك جدا، وبعدين حطيت عليه البصل المفروم، وزي ما قلت لكم حطيت نص معلقة سمنة. هقلب بقى وهغطي لغاية ما ينزل السوائل. هحط معلقتين مية بمعلقتين مية، هسيبه حوالي ربع ساعة على النار لغاية ما يستوي كده بهدوء. بعد كده هنزله واسيبه يبرد. معايا بقى وزة الوزن اللي يعجبك، غسلتها كويس بالدقيق وبالملح، وبعدين نقعتها في ملح وسكر وزر ورد ونجمة ينسون، اي منكهات بقى انت حابة تحطيها، وسيبيها نص ساعة تنزل كل اللي فيها. هتلاقوها بقت حلوة جدا وريحتها جميلة جدا. بعد ما تخلصي اعصري جواها ليمونتين، مرريها كده على كل جزء فيها من جوه، وسيبيها تتصفى في المصفى، وبعدين اديها شطفة وسيبيها تتصفى تاني. وبعد ما اتصفت نشفتها بقى بمنديل كويس جدا، وبعد الخلطة ما خلصت معايا او بردت، حطيتها بقى، حشيت الوزة بيها. اخد بقى الوزة وهجيب الخلة وهقفلها بالطريقة دي. والاصلح كمان ان انتوا تجيبوا ابرة الخاصة بالوزة او البط وتخيطوها احسن، بتكون افضل كتير من الخلة، لان في بعض خلة كمان اتفكت معايا، وهو اصلا اما بتعملي الخلة لازم هتلاقي خلة او 2 فكوا منك من البطة والمرتة او البصلة اللي جوه، هتلاقي نزل منها شوية. فياريت الخيط بيكون افضل كتير جدا زي ما انا عملتها كده، بس بيكون من الخيط. همسك بقى الرجول كده وهربطهم بفتلة بالشكل ده. هجيب بقى الحلة الكبيرة بتاعتي اللي هعمل فيها الوزة، وهحط فيها نص معلقة سمنة، وهمررها كده عليها من جوه علشان الوزة ما تلزقش فيها. هنزل بقى بالوزة بعد السمنة كده ما ساحت وسخنت معايا جدا. هنزل بالوزة بالشكل ده، وهحط بقى معاها المنكهات اللي هحطها. هحط كرفس، وهحط كمان كرات وجزراية وطماطماية، وكمان هحط مستكة ولورا، هحطهم يتشوحوا بقى مع الوزة. متنساش كمان حطيت رشة حبهان، ولو عندك الحبهان سليم حطيه مفيش مشكلة. هقلب بقى الوزة على جميع الجوانب لغاية ما تاخد لون كده دهبي خفيف قوي. هكون مسخنة مية في الكتل وهنزل بيها على الوزة، بس مش هغطيها بالمية دلوقتي علشان تغلي كويس. وبعد كده هبدأ اشيل الريم من عليها علشان تبقى ريحتها وطعمها حلو، وكمان لون الشوربة ما يبقاش لونها غامق. بعد ما شلت الريم كده كله، هنزل بقى بمعلقة سكر صغيرة ممسوحة علشان ده بيساعد في سواها، وكمان بيخلي طعم الشوربة حلو. معي دلوقتي بصلاية مقطعاها 4، هنزل بيها على الوز. هجيب بقى، تعالوا بقى دلوقتي اثناء وهي بتستوي، تعالوا نعمل مع بعض الصوص اللي هندهن بيه علشان ندخلها الفرن. حطيت دلوقتي 3 معالق كبار من دبس الرمان. هحط كمان معلقة كبيرة من الزبدة، ومعلقتين عسل أبيض كبار. هنزل بنص كوباية عصير برتقان. هاخد بقى كل الحاجات دي وهروح على النار، وهقلب كويس جدا لغاية ما تسيح. ههدي عليها النار، وهسيب بقى الصوص ده لغاية ما يفين. بقى الصوص تقل ازاي؟ لغاية ما يبقى فيه سمك كده، لازم مهم جدا ان يبقى فيه سمك علشان لما تحطيه على البطة يثبت عليها وما يقعش من عليها، علشان ده اللي هيديك اللون. هنزلها بقى وهسيبها تبرد. طلع بقى الوزة بتاعتي وسبتها في مصفى، اتصفت من الشوربة اللي فيها، وحطيتها في صينية كبيرة كده على قد الوزة، وهنزل بالصوص على الوزة او البطة اللي انت هتعمليها. هغطيها كلها من جميع الجوانب،
بصوا انا ما استنيتش على الصوص لما برد قوي، انتوا المفروض تستنوا لما يبرد قوي علشان يكون متماسك، يمسك على الوزة او البطة من فوق. ادينا بقى كويس جدا، وهدخلها تحت الشواية، او لو عايزه سوا شويه تقدري تولعي الفرن من تحت تاخد سوا، وفي نفس الوقت كمان تاخد لون. بعد ما خدت لون من الجنب ده قلبتها ودهنتها بالصوص اللي نازل منها على الجنب التاني، وهدخلها تاني تحت معايا الوزه. طعمها وريحتها كان خطير جدا. يلا بقى جربوها بكره، انا نزلت لكم الفيديو متاخر بس علشان تلحقوا تعملوها بكره. جربوها بقى وقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، وكل سنه وانتم طيبين.